شوفوا يا جماعة، تعالوا أنا وياكم نسوي الطريقة. سهل حل بسيط وبارد يجنن. لو بنات شلونكم، شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم أسوي لكم طريقة هذا الحلا بسيط وبارد. عندي كريم شانتيه، عندي هذا صوص مال كاكاو شوكولاتة، وعندي هذا البسكت وحليب. أول شغلة نسويه نجهز الكريم شانتيه ونجهز الصوص مال الكاكاو على مود يلحق هذا شوية يبرد، لأنه هذا لازم على درجة حرارة. مثل ما قاعد تلاحظون أخذت 100 يمة من الحليب، يعني تقريبا كوب أو غلاص من الحليب البارد، أهم شي بارد. نخفق فيه الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بعد ما خفقته وكملته خليه بالثلاجة يبرد وقت بين ما أكمل الصوص مالت الشوكولاتة. هنا الصوص مال الشوكولاتة أو الكاكاو خليه تقريبا هو يعني 500 مل، تقريبا كوب ونص من الحليب. هاي نظل لحد ما ياخذ القوام اللي احنا نريده، يعني يدخل شوية. كلش طيب. أنا هذا يعني هاي الحلا تندوب الصيف، لأن بارد وبسيطة، يعني مكوناتها بسيطة وطيب. وصل للقوام اللي أنا أريده. راح شايفها، راح أطفي عليه وأتركه لحد ما يبرد شوي لين ما أحضر البسكت. بالنسبة للبسكت حضرت هاي الكمية من الحليب وهاي كمية من القهوة، نص ملعقة بس حتى تعطيني هذا الطعم المر، لأنه كلش طيب وياه. ناخذ البسكت ونغمسه بالحليب والقهوة اللي سويناه ونصفطه بالقالب بهذا الشكل. مثل ما قاعد تلاحظون صفطته بهذا الشكل بعد ما غمسته بالحليب. هسه راح أخلي طبقة من الكريم شانتيه، وبعد ما خليت عليه طبقة من الكريم شانتيه راح أرجع أسوي طبقة مال البسكت. وهنا بعد ما كملت الطبقة الثانية راح أرجع أخلي كريم شانتيه وبعدين أخلي شوكولاتة. بعد ما خلصت الطبقة الأخيرة من الكريم شانتيه راح أخلي هسه صوص مال الشوكولاتة فوقه وأخليه بالثلاجة. هاي الطبقة الأخيرة الشوكولاتة نسويها. هذا صار شكل النهائي يجنن. إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. انتظرونا بمقطع جديد وفيديو جديد، ولا تنسونا باللايك والمتابعة والمشاركة. إن شاء الله صحة وعافية للجميع وموفقية يا رب. باي باي.